السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سارة عزت، كلية علوم جامعة القاهرة. النهاردة هنكلمكم عن بايوريندر. طبعا بايوريندر ده غني عن التعريف، فالأول هنبدأ مقدمة صغيرة. بايوريندر ده مهم في ايه يا ترى؟ بايوريندر أساسه تصميم رسومات توضيحية علمية، انك مش تعمل تصميم من الصفر، لا هو بيتيح لك elements تقدر تستخدمها على طول. انت بس عليك تركبهم مع بعض وتعمل التصميم بتاعك. فالتصميمات دي تقدر تستخدمها في الساينتفك ريسيرش بتاعك اللي هو البحث العلمي، او المناقشات العلميه اللي هي برزنتيشن، يعني اللي تحطها في الباوربوينت بتاعك، او في التعليم والتدريب مثلا تعمل مخطط ليك يسهل ليك في المذاكره، او تحط مثلا في الباوربوينت لو محاضره اللي هو تقدر توصل المعلومه اسرع من خلال التصميم بتاعك. نقول في الاول ان البايورينتر ده موقع مدفوع، بس تقدر تستخدمه بس طبعا بليميتس معينه، وطبعا كل حاجه ليها بدايل، ففي الاخر هنقول لكم على بدايل ليه. فاول حاجه بايوريندر طبعا موقع يعني مش ابليكيشن، ونكتب بايوريندر في جوجل سيرش. بعد كده نختار اول لينك هتفتح لنا الواجهه دي، وندوس ساين اب فري. طبعا فري بليميت زي ما قلت. طبعا نكتب بقى الاكونت، بعدين الباسورد، بعدين هيطلب منك شويه بيانات يعني تملاها. في الاخر هيفتح لك الواجهه دي اللي هي الجاليري. حاجة تظهر لنا التمبلتس اللي احنا عملناها او اللي هنستخدمها من التمبلتس الجاهزة اللي هي في ماي فايلز. تحت الماي فايلز في اللي هو النيو فولدر، تقدر تعمل فولدر ليك انك تنظم التمبلتس اللي انت عملتها او اللي استخدمتها. في برضو الشيرد فايل، دي انت لو شيرتها مع حد انكم تعملوا التمبلتس سوا. في بقى البايو ريندر تمبلتس، دي بتكون تمبلتس جاهزة تقدر تستخدمها على طول، ومن هنا تقدر تختار اي تمبلت عايزه، وتقدر كمان تعدل عليه لما تختاره. مثلا اخترت التمبلت ده، هدوس يوز تمبلت فهيظهر لنا الواجهة دي، نقدر بقى نعدل عليه زي ما احنا عايزين. نعدل مثلا على الكلام المكتوب، مثلا نعدل على الالوان. طبعا الالوان في الوان محتاجين طبعا بايوريندر برو، بس في الوان متاحة لينا نقدر نستخدمها عادي. متاح لنا برضو بس الشفافية، اللي احنا نقلل الشفافية او نسيبها زي ما هي، ونقدر نحرك في الاليمنت. كمان في مسطرة بتساعدنا على كده ان احنا نحطه في مكان المظبوط، مثلا زي الخط الاحمر اللي تحت ده بيخلينا نحط الاليمنت في نفس مستوى الاليمنتس التانية. ولو مثلا في حاجة غلط عملناها نقدر ندوس على علامة السهم اللي فوق دي. طبعا هنعرف اكتر لما نيجي نعمل ريستريشن مع بعض. ندوس بقى اكسبورت، كون انا كده خلصت. في بين جي وجي، في جي بي جي، هختار جي بي جي واكسبورت. تقدر بقى تحطه في الباوربوينت بتاعك مثلا زي كده. طبعا هتلاقيه في الداونلود عندك على الجهاز. نرجع تاني للجاليري. طبعا نقدر نعمل بوستر، نقدر نعمل جراف، بس المرة دي هنعمل illustration. هيظهر لنا الواجهة دي. اول حاجة ناخد بالنا ان ليميتس اخرنا 50، ده الليميتس بتاعنا، اننا لما نزيد عن 50 element مش هينفع ننزله. تاني حاجة هنا نقدر نغير الباك جراوند اي لون عايزينه، بس انا بحب اغيره في الاخر. وهنا نقدر نغير السايز بتاع الالستريشن وبس. هنا التكست، وهنا نقدر نحط اشكال، هنا نقدر نحط اسهم. تاني حاجة الناحية دي في بقى السيرش، نقدر نسيرش على طول. في الايكون هنا بيقسم لك الايكون بطريقة حلوة، تقدر تختار من هنا على طول. هنا بقى ان هنا تقدر تختار تمبلتس جاهزة على طول. هنا البراش نقدر نستخدمها برضو، وجراف اللي هو لو في جراف عاملين نقدر نحطه على طول هنا برضو. وفي الابلودز اللي تنزل حاجة من الجهاز بتاعك تقدر تحطه في الريستيشن بتاعك. فمثلا انا هعمل illustration عن المايوسيس، فطبعا كتبت في السيرش مايوسيس على طول، فظهر لي بقى الاليمنتس بتاعه المايوسيس كلها واللي اقدر استخدمها وقت illustration. هنا لما جيت اختار ايكون لقيت مكتوب جروب ايكون، خدتها لقيت مكتوب تحت 45 من 50 في الاوبجكت. فطبعا في حاجة اسمها جروب ايكون، دي بتبقى عبارة عن كذا ايكون هو مجهزها كده، بس دي بتاخد من العدد تحت، وانا كده مش هقدر اكمل illustration. كده فاضل خمسة اوبجكت بس، فلازم طبعا عملت لها delete
وقعدت ادور على حاجة تانية تنفع وفي نفس الوقت مش جروب ايكون، عبارة عن ايكون واحدة. فلقيت دي ودي عبارة عن ايكون واحدة ولقيتها تنفع فحشتري طبعا وغيرتها. انا طبعا زي ما قلت ان لو مثلا عاوز تعمل اسهم مثلا، فوق هتلاقي فيه الاسهم وكل حاجة، لو بس يا دوبك تدوس عليها ويظهر لك كل انواع الاسهم، او هتلاقي حاجات كتيرة تنفع تستخدمها. فوق في التكست، هو بس تدوس عليها برضو هتلاقي انواع التكست، تختار النوع اللي انت عايزه بس وتكتب. ولما تيجي تكتب لما خلصش كتابة عاوز تغير الفونت، تدوس على الكلمة نفسها هيظهر لك فونتات كتير، هتلاقي الناحية دي في فونت تقدر تغير الفونت، اللون، تعدل على مكان الكلمة نفسها، او تخليها بولد ايتاليك او تعملها اندرلاين. هنا بقى بعد ما خلصنا جه وقت الباك جراوند، بس انا بحبها بيضة بصراحة فسيبتها بيضة زي ما هي، ودوست اكسبورت. فهتظهر لنا في الجيلري مع الاليمنتس اللي احنا عملناها. ولو عوزت مثلا تخليها للناس تستخدمها تدوس اد تو كوميونيتي. ندخل بقى على المواقع البديلة لبايو ريندر. اول حاجة بايو ايكون، ده موقع جميل قوي، فيه برضو illustration لبيولوجي، وكمان في كيمستري مثلا لو عايزين مركبات كيمستري. مثلا هختار التيشو. فوانا بقلب لقيت الستيشن القلب ده عجبني جدا، فبس تدوس عليه بس هتلاقيه نزل، وتقدر بقى تحطه في باوربوينت بتاعك. تاني موقع هو سايترو، ده برضو فيه illustration، بيولوجي illustration. فيه برضو ادوات مثلا مقسم لك برضو الحاجات فوق، فيش بيرد مثلا سيل مثلا. فانا هختار سيل، فادخل الاقي برضو سيلز كتير استخدمها على طول، مش هحتاج بقى اعمل ستيشن في بايو ريندر. هنا التمريت بسيطة وشكلها جميل، وكمان تنزلها بسهولة عادي، وتقدر تستخدمها عادي بسهولة برضو. تالت موقع هو بايو ارت. اول ما تدخل هتلاقيه برضو مقسمهم لك برضو، وبرضو ممكن تعمل سيرش على طول من فوق. مثلا انا دخلت على اناتومي وقلبت لقيت الدايجستيف سيستم عجبني، فتدوس داونلود على طول. برضو تدخل على باوربوينت او ايا كان هتستخدم الستيشن ده فين. بس بس كده دولت 3 مواقع. وفي اكيد طبعا مواقع كتير، لو بس عايز ايكون مش شرط بيولوجي كمان، اكتب بس في السيرش بتاع جوجل ايكون، او مثلا عايز بيولوجي ايكون هتلاقي مواقع كتير جميلة. هما دولت اكتر 3 مواقع بستخدمهم. فبس كده، يا رب تكونوا استفدتوا، واستنوا باقي فيديوهات التولز. السلام عليكم.